السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو بتاعنا النهارده مميز. بصي، هتعملي الكايزر باسهل طريقه من نص كيلو دقيق بس. هتطلعي الكميه الجميله دي من الكايزر بصي باسهل طريقه. بصي مش هيختلف عن بتاع الافران في حاجه. طري بصي فوق ما تتخيلي، والتسويه بتاعته ناجحه 100%. ما شاء الله، حاجه كده تفتح النفس. شايفين الكايزر بتاعي عامل ازاي؟ طبعا هنخش على المقادير على طول زي ما اتعودنا. معايا هنا معلقتين من السكر، معلقه كبيره من الخميره. بقلبهم كويس جدا مع بعض. المية اللي انا مستخدماها مية دافية، يعني فطرة، مش اللي هي مية سخنة قوي، لا دافية زي دمعة العين. بنزل عليهم بمعلقة خل. طبعا بقلب كل المكونات دي مع بعض، ورشة من الملح. وبقلب الكلام ده كله مع بعضه، وببتدي انزل بقى بالسوائل بتاعتي. السوائل هنا انا بنزل بالتدريج، ما بنزلش بكمية السوائل. يعني انا نزلت بنص كوباية، ومعايا كده جنب من المج هبتدي انزل واحدة واحدة بالتدريج، لغاية ما احس ان الدقيق بتاعي اكتفى كده من السوائل، يعني اكتفى من المية. زي ما انتوا شايفين كده ببتدي ان انا اقلب بالسبتيوله لغايه اما احس كده. وبعد كده بشتغل بقى بايديا كده عجن مبرح. بصي لمده ربع ساعه كده اقعدي في الارض كده وافرشي ست الحبايب، واقعدي بقى اعجني يعني ربع ساعه متواصله لغايه ما تحسي ان العجينه بتاعتك بقى ملمسها ناعم، بقت طريه معاكي. تحسي ان هي، بصي انتي حاسه ان العجينه بقت عامله زي الملبن كده، حاجه طريه. طبعا لو العجان بتاخد منك 10 دقايق، طبعا على ايديك ربع ساعة زي ما تاخد منك. بعد كده بنزل بمعلقتين كبار من الزيت او السمنة لو انت عايزة، او الزبدة، او ربع كوباية. طبعا هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف بالجرام والكوباية لست الحبايب. وطبعا زي ما انتم شايفين كده اخدت مني بالظبط، انا ما حبيتش اطول لكم الفيديو، اخدت مني ربع ساعة عجن متواصل. طبعا شايفين العجينة بتاعتي ناعمة ازاي. هبتدي ان انا اقطعها بقى. وطبعا التقطيع في الاول وفي الاخر، عايزه حجم القيصرية كبير بتقطعي القطع كبيره. انا هحاول ان انا اظبط، هما دلوقتي شكلهم كبير كده بس انا هحاول ان انا اظبطهم. هلعب في رينج 60 65 جرام او 75. يعني ده الوزن ده حلو. هحاول ان انا اظبط الوزن بتاعي. انا طبعا لو مش هشتغل على الميزان هقطع بايديا، فهيلعب في رينج 60 65 جرام. بس انا بحاول ان انا اظبطهم علشان ياخدوا نفس التسوية ويطلعوا حجم واحد زي ما انتوا شفتوهم كده في اول الفيديو. طبعا شايفين الشكل. انا طبعا قطعتهم وخلصتهم. هسيبهم بقى يرتاحوا. اول واحدة قطعناها هي اول واحدة احنا شكلناها. معايا طبعا هنا سمسم، ومعايا هنا مية مدوبة فيها معلقتين سكر. بحاول ان انا افرد القرصة على الطبقة الناعمة، وبضغط جامد علشان افضي اي هوا بالشكل ده. طبعا بعد ما بخلص كده بحطها كده في المية بتاعتي، وبرجع تاني في السمسم. بس هنا بقى طبعا انا كنت غطاها في السمسم بزيادة. فطبعا لما طلعت من الفرن وابتديت ان انا اشتغل ببخاخ المية، طبعا السمسم خف من عليها. وطبعا انا ما يعني عندي اطفال، ففي اطفال ما بتحبش السمسم، وابتديت ان انا اقلل السمسم. بنفس الطريقة بتفرديها كده بالشكل دوت، وتحاولي ان انت تكوريها. طبعا بالشكل ده انا خلصت الكمية. هسيبهم يرتاحوا. مجرد ان انا بضغط ضغطة بسيطة، مش ضغطة ان انا بضغط قوي، لا، اضغط بس ضغطة بسيطة. وطبعا لما اسيبه يختمر انا هنا بخمره على حمام بخار. طبعا ببقى غالية مية كتير وحطها في صينية وبدخله فرن البوتاجاز بيخمر على حمام بخار. هتشوفي منظر ده منظره بعد ما اختمر على حمام البخار. هدخله بقى. قبل ما بدخله الفرن بجيب بخاخ كده وابل الوجه بتاعه ميه وادخله الفرن. طبعا شايفين منظره في الفرن عامل ازاي؟ ما شاء الله ما شاء الله، حاجه كده تفتح النفس. بيخش الفرن هنا معايا على درجه حراره 200. بيقعد مني ربع ساعه. اول ما احس ان هو اخد لون من تحت بالشكل ده، اللون الذهبي، ببتدي ان انا اشغل الشوايه. طبعا انا سبته يستوي براحته لاني كنت حاطه ميه في قلب الفرن بتاعي، فمستوي على حمام البخار مع تسوية الفرن، فطلع بالشكل دوت. يعني كنت حاطه ميه كده. انا طبعا الفرن البوتاجاز مش عندي مروحه، فكانت